واحد السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايره الصحيحه؟ كلشي هو هذاك؟ ايوا الحمد لله ملي كلشي هو هذاك. ايوا اليوم غنتكلم لكم على البلوغ المبكر للفتيات. دابا ولينا كنلاحظوا البنت يلا عندها 7 سنين او 8 سنين ها هي جاتها الدوره الشهريه. علاش؟ كما كنا كنلاحظوا بكري البنات بكري، ماشي بكري غير، المهم مثلا بنات الثمانينات التسعينات الدوره الشهريه كانت كتجيهم على 14 عام 15 عام حتى ل 16 عام عاد كتجي هاد الدوره. ولكن دابا ولا العكس، البنت على 7 سنين على 8 سنين على 9 سنين كتجيها الدوره. ولكن هاد الشيء راجع لواحد العوامل الرئيسيه اللي كتساهم في هاد السبب للدوره الشهريه المبكره، اللي منها وهي الاكل. دابا ولينا كنلاحظوا الناس ولا كياكلوا غير في الزنقه، ولاو كياكلوا ماكله صناعيه. هذيك الماكله الصناعيه كتكون فيها بعض الهرمونات هما اللي كيساهموا باش الدريه كتبلغ بكري. يعني التغذيه قبل ما كانش بنادم ما كانش كيشري الماكله بزاف، كان كيطيب هذاك الشيء كل شيء طبيعي، كل شيء مصوب في الدار، ماشي بحال دابا ولا كل شيء كياكل في الزنقه. هذيك راه من العوامل الرئيسيه اللي كتسبب في البلوغ المبكر عند البنات. منها العوامل الوراثيه، منها ستريس، يعني البنت كتكون معصبه كتعصب كتجيها الدوره بكري. واخا تشوف البنت باقا صغيره 7 سنين 6 سنين راه حتى هي كدير في قلبها وكتعصب وكتستريسا. ماشي غتشوفها صغيره تقول لا هذيك البنت ما حاجه تجي في قلبها ما تجيب، لا بالعكس، راه حتى هما كيبقى فيهم الحال. طفل كتعصبت كتجيها الدوره. ولكن كيفاش خاصنا نتعاملوا مع هذا الموضوع هذا؟ ملي البنت كتبلغ بكري خاصنا نهضروا معاها، خاصنا نوعيوها. يعني قبل ملي نعرفوا راه الاعراض بداو كيبانوا، نبداو نهضروا مع البنت، نبداو نوعيوها، نبداو نهضروا لها على هذا الموضوع. يعني راه شي حاجه عاديه، ما نخليوهاش تخاف، ما نخليوهاش تخلع. البلوغ راه ماشي نهايه العالم. يعني ملي كتشوف دابا بنتك صغيره 7 سنين 8 سنين ولا 9 سنين كتجيها الدوره بكري، هي راه كيبقى فيك الحال، راه ما كتبغيهاش. ولكن الواحد خاصو يكون حازم في هذاك الموضوع ويتقبل الامر ويحاول يوعي البنت، ما يخلعهاش، ويهضر معاها. وإلا شاف شي حاجه ما هي عاديه ضروري خاص، حيتاش انا كنظن حيت الطول راه ما كيبقاش كينمو بشكل كبير. ضروري خاصكم مع شي طبيب ديال التغذيه. مهم خاصها مراقبه، البنت اللي كتبلغ بكري خاصها مراقبه مع طبيب. هذا ضروري تشوف الطبيب باش يبقى يراقب ليها، حيت الطول ما كتبقاش طوال من وراء البلوغ. خصوصا الا بلغات بكري ما كتطولش بسرعه، غير ببطء، وهذه عن تجربه. ايوا المهم كنتمنى اللي عندو البنيتات ما يعيش هاد التجربه، لانها هي ماشي تجربه اللي خايبه، ولكن شويه قاصحه. الام ما كتقبلش ان بنتها تشوف بنتها بلغات على 7 سنين ولا على 8 سنين. ولكن الا طحتي في هذا الموقع، قلت لك الموقع اش من موقع، في هذا الموقف ضروري انك تهضري مع بنتك، توعيها، توريها اش دير، النظافه الشخصيه، وتوعيها اكثر. وإلا لازم الامر تبعي مع طبيب. السلام عليكم.